تاجروا، تلعبوا في السياسة، فهمونا واش راكم حابين. لكن خرجت قائد الأركان قطعت الشك باليقين أنه مستحيل، وقال لهم أنساو اللي راه يتخيل أنه يرجع للتسعينات غير ينسى. لكن مثل ما قلت لكم أنه فيه محاولة استفزاز، معناتها قائد الأركان تتهضر واش تحبوا وحنا نديروا راينا. يعني أنا لما نشوف مثلا صور مثل هذه وتعليقات مثل هذه، وأنا قلت لكم يا ناس نعم ممكن عندي خلاف شخصي مؤخرا مع اختيتيل هذايا، ولكن موش هو الأساس، لأنه هو تعدى حدوده ويتكلم في كلام قبيح. لكن أنا مشكلتي ليست مع اختيتيل كشخص، أنا مشكلتي مع الفكر، مع التصور، مع المخطط الذي يتبناه اختيتيل وجماعته. يعني شوفوا، يعني كلام كما هذا كلام خطير. مثلا شوفوا هذا الكلام اللي راهو أمامكم، أنه هذا اختيتيل يقول لك ما هي مناسبة هذه الخرجة؟ يقصد طبعا خرجة قائد أركان الجيش. الجواب: اليوم 20 أفريل يصادف مؤامرة الربيع البربري. أعتقد أن الأمر أصبح واضحا، ما يحتاج لا خشيبات ولا قريصات. يعني كلام خطير وخطير جدا. وش معناتها؟ معنى أن اختيتيل أو من أوعز أو أمر اختيتيل أنه يقول هذا الكلام، معناتها أنه قائد الأركان شنقريحة راهو يحاول إرضاء الأمازيغ والتودد ليهم، ويخايف منهم، راهو يهدد في الإسلاميين باش يرضي البربر اللي داروا انتفاضة في 20 أفريل. يعني تشكيك خطير وخطير جدا، واتهام خطير وخطير جدا لقائد أركان الجيش. أنه وش معنى هذه الخرجة يا قائد الأركان؟ معناتها راك شغل تدير فيها لجماعة البربر 20 أفريل، اخترت 20 أفريل تديرها للبربر، بالرغم من أني أنا متأكد 2000% أنه شنقريحة لا علاقة له بالموضوع 20، ما على بالوش كاع وش هو التاريخ 20 أفريل، ما على بالوش ما نباوش هو. لأنه أنا والله العلي العظيم أنا وممكن ملايين من الجزائر لا نعرف 20 أفريل هذه وش علاقتها بالبربر. ما على باليش، أنا ما على بالي. ربع البربري تاع الثمانينات نسيت، حتى العام نظن 81 و 82 ماناش متفكرين التاريخ. لكن 20 أفريل هذه يعرفها اختيتيل وجماعته، لأنهم يحبوا يزرعوا أو يحبوا يدسوا السم في العسل. قائد الأركان ما عنده حتى علاقة بهذه الخلفية الخبيثة، ومستحيل واحد كما شنقريحة يتحجج أو ينتظر مناسبة حتى يصدر قرارات. لا، شنقريحة معروف أنه إنسان واضح وصريح وقوي وقبيح، ما هوش يعني من النوع اللي قال اللي يتلون والله ينتظر يرضي، ما على بالوش. شنقريحة الناس اللي يعرفوه اللي يخدموا معاه يعرفوه باللي إنسان هكذا مباشرة، وإنسان يعني علماني ميفسع. اللي في الجيش يعرفوه باللي علماني، ما هوش شاد العصام الوسط لعبها والله منا ولا منها، معناتها ما كاش. ممكن كان متسامح ضارب النح وينتظر في يكون فيه يعني بعض الناس اللي تهدي الأمور هذا، ولكن لما شاف أنه الأمور خرجت على إطارها الموضوعي والشرعي والقانوني، كان لابد من إطلاق يعني تلك التصريحات النارية الواضحة والصريحة. لكن بالمقابل شوفوا يعني خرجت هذا الاستفزاز مثل ما قلت، صورة مثل هذه. أنا بصراحة منش عارف المناسبة. هذه جماعة لا إله إلا الله، مع تراهم رافدين الشهادة يشاهدوا، مع تراهم هذه جهادية ورافدين علم السعودية. منش عارف أنه وش علاقة السعودية بهذا الشعار، لأنه الشعار هذا تاع الشهادة معناتها الشهادة معناتها هذه السلفية الجهادية، معناتها مستعدين مستعدين نجاهدوا في سبيل الله من أجل يعني تطبيق شرع الله، وطز في كلام قائد الأركان. هذا هو الكلام اللي نفهمه. لأنه هذا الخرجة نتاع لا إله إلا الله وخارجين علم السعودية، لأنه كان البعض يقول لك لا رافدينه لأنه فيه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رفد ورقة بيضاء، حاجة بيضاء، حاجة مش عارف أنا يا كحلة، أي حاجة، ودير لا إله إلا الله، ولا رافد علم السعودية. يعني راك تتكلم على السلفية الوهابية الجهادية التي أصبحت منبوذة في السعودية،
لانه واحد يجي يتكلم لي على الجهاديه ويتكلم لي على